هل التبني بدأ عندك لأنك كنت لقيط، يعني بمعنى أنت وجدوك في مكان فتبنوك؟ لأنه في فرق ما بين التبني وما بين العائل الحاضري. اليوم في تجديدات على القانون. ابن كيف بنسميها في العامية ابن حرام، لا أنا ابن من أب وأم لا متزوجين وأم، شرعيين. لا توفى بسبب السموم. بسبب السموم وبسبب الأمراض اللي كانت موجودة عنده. كنت تختار ترجع لأهلك البيولوجي؟ أنا لما فتحت الملف لوهيك أكيد. في حالة إنه الأهل البيولوجيين تعافوا، هل بيسترد؟ لما عرفت إني أنا متبنى يمكن صرت حساس أكتر. يعني كلمة بعد هذا المصطلح كلمة انقلة. ليه انقلة؟ ليه يتبناك حدا طرف تاني غريب؟ رح نوصل طبعا لهي المرحلة، ولكن ليه مع بالمقابل في عندك سيد وست من الطرفين، في عندك أعمام، في عندك خلان. الأم كانت 14 سنة والأب كان 17 سنة. بفتوى شرعية من الأزهر يسمح لعرب ال48 و بفلسطين خاصة بأنه الطفل في التبني محلل، وهو حلال بيكون للعائلة. تفكر إنه الطفل يبقى طفل، هذا الطفل دي يكبر. يعني العائلة اللي انت بتحكي عنها اللي تربى معها كأنه أخوها ممكن يتجوز. يعني إنهم يستعملوا المخدرات كان بموافقة الأهل. الأم يعني اللي هل بتربي أنت وليست الأم اللي بتخلف. انت مع هذا وما بعد المقولة؟ الألم يولد الأمل، هي جملتي بكل لقاءاتي.